طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كيف حالك شريف؟ ايش اخبارك؟ شريف اكس كنا تعودنا عليه سنين يا رجل، ليش غيرته؟ ايش معناتها ايش معناه اسمك؟ اسم جديد. طيب شريف اهلا بك. اذا تحب نعمل حوار ان شئت دوام ما عملنا مع الاستاذ الرحال، وهو في قصة النبوات. انت تعرف ان المسيحيين يدعون انه يوجد مئات النبوات في العهد القديم بخصوص يسوع. منهم من يقول 360 نبوة، ومنهم من يزيد عن 3000 نبوة، وكلها لما نذهب إلى النصوص اللي يستدل عليها نجد أنها لا تصلح أن تكون في حق المسيح، بل ولا تصلح أن تكون يعني شيء يستدل به، حتى لا تصلح للفلسفة. وهذه النصوص تدينكم. نحن نرى أنه المسيح عليه السلام ما كان بحاجة أن تستدلوا له من العهد القديم، لأنه كل نبي لا يحتاج لمن قبله ليدل عليه. قد يوجد، نعم، نحن لا نقول أنه لا يوجد، يوجد، ولكن لا يحتاج، لأن المسيح مثلا من الإنجيل وحده يوجد إثبات على أنه هو المسيح. أنتم تدعون أنه إله، هذا لا يوجد عليه أدلة، ولكن يوجد على أنه المسيح وأنه رسول وأنه نبي كريم وهذه الأمور، وفعل كذا وفعل كذا. نعم. ألا ترى يا أستاذ شريف أن هذا الاستدلال من العهد القديم كان عليكم وبالا؟ حملتم مسؤولية لا تستطيعون الآن التنصل منها. نحن نرى الآن أن المسيحيين كانوا في قديما لا يسمحون بقراءة الإنجيل بين الناس. 1600 سنة بقيت الأناجيل في يد الكنيسة فقط. هم يخرجون على الناس يقول الرب محبة والرب يحبك وكذا وآمين وخلاص، هذه المسيحية. لكن بعدما جاء مارتن لوثر وغيره، هؤلاء اللي عملوا بالتعبير الفرنجي ريفورم، وطالبوا أن الشعب أيضا يستطيع أن يقرأ الإنجيل، وأصبح الإنجيل في أيدي الناس، الكنيسة أحست أنها أخطأت خطأ فادحا بحملها هذه المسؤولية العويصة، وأنها ادعت أنه يوجد نبوات عن المسيح، وهذه النبوات طبعا هي ترقيع وتلزيق واختراع من عندهم. فالآن بعدما رأى الناس أن هذا العهد القديم فيه من الويلات وفيه من الكوارث وفيه أشياء لا يمكن أن أحدا يتبناها، الآن في أوروبا نرى أنهم ينسخون العهد الجديد فقط ويوزعوه على الناس. قلما تجد الآن كتابا كاملا، كتاب مقدس بعهدين، بل أغلب ما يوزعون العهد الجديد. طيب ما رأيك أن نداوم في هذا الموضوع، في موضوع النبوات مثلا، ونبدأ السؤال الأول: هل النبوة التي في قبل قليل تكلمنا فيها مع الأستاذ الرحال، هل تعتبر أنت أيضا أن النبوة في أمثال 30 هي عن المسيح؟ إذا كنت تعتبر أنها عن المسيح اكتب لنا إن شاء الله وترفع إيدك
ونعطيك الميكروفون. تفضل، معك المايك. طيب اوكي، شكرا استاذ سليمان. معلش يا كمان، هي تكتبي رقم 1 من فضلك. طيب بص يا استاذ سليمان، عايز اوضح بس حضرتك حاجه. اولا لما احنا بنقول ان في نبوات في العهد القديم بتتكلم عن المسيح، ماشي. احنا مش احنا اللي ادعينا ذلك، او مش الكنيسه هي اللي ادعت ذلك، لكن ده الانجيل هو اللي كتب وقال ان في نبوات عن المسيح. يبقى هذا المعتقد او هذا الايمان مش من الاباء، او مش من القسوس او الكهنه، لا، ده هو الانجيل اللي بيشرح او بيفهم ان المسيح كان في نبوات عنه في العهد القديم. يعني مثلا لما حضرتك تقرا مثلا ايه، ان المسيح مثلا كذا كذا كذا، يقول لك ليتم مكيلة في النبي القائل كذا كذا كذا. يبقى الانجيل هو اللي بيفهمنا ان النبوات اللي في العهد القديم دي كانت عن المسيح من مين؟ من الانجيل، ماشي. يبقى مش احنا اللي ادعينا ذلك، مش احنا اللي قلنا للناس ان في نبوات عن المسيح في العهد القديم. دي جزئيه. ثاني جزء طيب ثاني جزئيه، لما بنتكلم عن لما بنتكلم عن معلش، لما بنتكلم عن معلش الكتاب المقدس. الكتاب المقدس اللي في، يعني ما فيش حاجة اسمها في كتاب مقدس بعهد قديم وعهد جديد، لا، دي حاجة اسمها طبعات. لكن الكتاب المقدس موجود في كل حتة بالعهد القديم وبالعهد الجديد. يعني حضرتك لو دخلت على النت او رحت اي كنيسة، الكتاب المقدس بيبقى موجود بالعهد القديم والعهد الجديد. ما فيش حاجة اسمها في كنيسة بتدي عهد جديد ولكن عهد قديم، لا، ماشي. فهي دي ببساطة استاذ سليمان، ماشي. دي اول جزئية. لو حضرتك عايز تعلق اسمع عليها. طيب، السلام عليكم. بالنسبة للأناجيل، أنا قلت لك أنه في أوروبا الآن أغلبهم الآن أصبحوا يحرجون من توزيع العهد القديم، فبيطبعوا الإنجيل العهد الجديد فقط ويوزعوه على الناس. هذا ما أردت أن أقول. بالنسبة للنبوات، أنت تقول أنكم لستم أنتم الذين تخترعون من عندكم، بل الكتاب هو الذي يقول عن نفسه. وأنت استدليت بكلام مثلا حين يقول قيل كذا وقيل كذا. طيب إيش رأيك أستاذ شريف؟ نحن بنروح لأغلب كلام متى وننظر في كلامه حين يقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، نذهب بهذا الكلام الذي قيل، الذي يدعي متى أنه قيل، فلا نجده في العهد القديم بتاتا. فأين هو؟ هل قيل في زمن ما وباع، حرف الكتاب وباع، أم أنه لم يقال أصلا بل هو ادعاء من متى؟ تفضل، معك المايك. بص استاذ سليمان، حضرتك معايا؟ طيب بص استاذ سليمان، يا ريت لما حضرتك تتكلم، يا ريت حضرتك ما فيش تقول كلام حضرتك، يعني تدعي كلام وخلاص، وانا المفروض يعني اقول لحضرتك ماشي. لا، ما فيش حاجه اسمها كده يا استاذ سليمان. يعني لما تقول لي الكنيسه في الغرب تحرج ان هي تحط عهد قديم في الكتاب المقدس، مفيش حاجه اسمها كده. بس حضرتك بتقول كلام مش صحيح، وانا مش مطالب ان انا اصدق كلامك. مفيش حاجه اسمها كنيسه بتحرج، مفيش حاجه اسمها، احنا ما بنحرجش من كتابنا، بل احنا بصراحه كتابنا بنقراه يعني كل يوم بدون احراج، مفيش حاجه اسمها دوت، ماشي. لما انت حضرتك مش فاهم الكتاب المقدس، يبقى ممكن حضرتك تستفسر وتقول لي، وانا ممكن اوضح لحضرتك. يعني لو حضرتك بتقول لي في نصوص في العهد القديم بتقول، في العهد الجديد بتقول لكن مش موجوده، حضرتك ممكن بس تسالني، عايز اعرف احسن
ما تقعد تقول ما اصل فيه وما فيش وانت حضرتك مش عارف ومش فاهم. فلو حضرتك مش عارف ومش فاهم اسألني، قول لي انا مش عارف خلاص. مش لازم حضرتك تقعد تنتقد وانت حضرتك عندك يعني عدم فهم لهذه النصوص. فانا بقول لك لو انت عايز اشرح لك ممكن، لكن تقعد تقول مش عارف في الغرب بيعملوا ايه، ده حضرتك ده ادعاءات انا مش مطالب ان انا اخد بيها. ماشي، دي اول جزئيه. فاحنا الكتاب بتاعنا في العهد القديم والعهد الجديد موجود في كل الكنائس في العالم بالعهد الجديد والعهد القديم. مفيش حاجه اسمها الكلام اللي انت بتقوله ده. ماشي ماشي استاذ سليمان. لو حضرتك بقى مش فاهم ان معنى النبوات يبقى حضرتك عندك عدم فهم. لما انا بقول لك ان كيل في العهد القديم كذا يبقى فعلا كان بيتكلم عن نبوات عن المسيح، ملهاش معنى، ملهاش تفسير تاني. ماشي. لما حضرتك تقول لي انا خدت نصوص، احنا عارفين برضو كويس ان في نصوص اتكتبت لكن ليها معنى تاني، لكن الاغلب النصوص اللي اتكتبت موجودة في العهد القديم. يعني لما اقول لك مثلا لكي يتم مكيلة في الانبياء هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا وتسمى ابنه عمانويل، هل النص ده مش موجود ولا موجود؟ موجود. هل هو بيتكلم عن المسيح ومش بيتكلم عن المسيح؟ دي اول جزئيه. ثاني جزئيه، انا مش بشرح لك النبوات، انا لسه ما تطرقتش لجزء النبوات، لكن بفهمك ان النبوات عن المسيح دي من الانجيل مش من تأليفنا. انا لسه ما دخلتش في النبوات ولا كلامنا ولا فتحنا سيره النبوات دلوقتي. انا بفهمك حاجه يا استاذ سليمان، ان النبوات اللي عن المسيح مش احنا اللي ابتدعنا هذا الفكر او هذا الايمان. لو حضرتك مش فاهم ان النبوات دي مشكلتك انت، لكن لما بقول لك ان لما اتكتب في الانجيل سمعت انك لما كتب لكي ما تتم مكيلة، يبقى فكرة النبوات دي مش من تأليف الكهنة والكسوس. بشرح لك ماشي ان مش احنا اللي اخترعنا هذا الفكر، لا ده الانجيل هو اللي بيقول كده. ماشي. فانا بوضح لك فكرة. لو حضرتك بقى مش فاهم يبقى ممكن حضرتك بدل ما تقعد تنتقد، لو عايز تفهم ممكن تسألني وانا احاول اشرح. لكن لو بتقعد تنتقد وانت مش فاهم يبقى خلاص قول انا مش عايز اقتنع، مش عايز اعرف، خلاص اتس اوكي. انا مش انا مش جايب معايا سكينة وبقول لك لازم تؤمن. انا بشرح لك الايمان ده حاجة اختيارية. يعني اختيارية يعني الانسان هو اللي بيختار الايمان هو عايز يؤمن بيه. انا مش جاي اغصب عليك ايماني او جاي اجيب سكينة واقول لك لو ما امنتش ماشي معاك. طيب استاذ شريف، ماشي نحترم رايك ان شاء الله، بس في شغلتين انبه عليهم ان شاء الله. اولا لما اكتب لك 7 اعطيني المايك، اعمل معروف علشان الوقت ليستفيد الناس من الحوار. هذه واحدة. ثاني شيء ما تتعصب وتزعل يعني وتبدأ تتكلم بطريقة علوية، يعني نتكلم كأصدقاء بنحاور علشان نستفيد. ماشي. الآن أنت تقول أنه النبوات ما نحن اخترعناها، هي التراويح فيها رواية. طيب ماشي. أنا عندي ملف من 13 صفحة كبيرة سميته استدلال بما ليس موجود، وأغلبه فيه مادة. لكن قبلها تعال نبدأ بما بدأنا فيه مع صديقنا الرحال، ونطرح عليك نبوة ونرى هل هذه نبوة عن المسيح كما تدعون. هذه هي، تفضل ابدأ فيها واقرأها إلى العدد 4. إلى العدد 4. نعم، أنا جمعت ملف سميته استدلال بما ليس موجود، 13 صفحة كبيرة. فتصوروا أنتم كم عدد فيها وكم شيء فيها من الاستدلالات التي ليست موجودة. لكن الآن قبل ما نذهب إلى متى وكلامه قيل كذا وقيل كذا، تفضل أنت خذ المايك وقل لنا هل هذه الموجود في أمثال 30 1 إلى 4 هل هذه عن المسيح كما تدعون؟ هل أنت أيضا تدعي هذا وأنت تقول أنها نبوة لستم تخترعونها؟ تفضل أنت أثبت لي أنها عن المسيح. عندك رد؟ ارفع يدك واكتب لي، أعطيك الميكروفون إن شاء الله. طيب تفضل، عندك المايك.
شكرا. شكرا أستاذ هشام. هفتح بس النص معاك، دي فتح النص. طب اهو معرفش حضرتك جايب كلام النص. من صعد الى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتين، من شرى المياه في ثوب ثبت جميع أطراف، ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت. مش هو ده السؤال؟ طب معلش حضرتك يا ريت تشرح لي ايه اللي انت عايز تعرفه من النص ده. هل هذه نبوة عن يسوع كما تدعون؟ من صعد إلى السماء ونزل، من جمع الريح في حفنتين، من صر المياه في ثوبه، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما هو اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. هذه يستدل بها المسيحيين دائما أنها نبوة عن المسيح. تفضل، هل أنت أيضا تدعي هذه؟ واشرح لنا كيف ولماذا واقنعنا بهذا. طيب بص أستاذ سليمان، هي النص دوت بيتكلم عن الله. يعني بيقول من صعد إلى السماوات ومن نزل، من صعد السماوات ونزل، ومن جمع الريح في حفنتيه، من صلى المياه في ثوب، ومن ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. يبقى بقول لك ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. ماشي؟ ف هو بيتكلم عن ربنا وابنه اللي هو المسيح، لأن المسيح هو ابن الله. ماشي؟ فدي يعني نبوة عن، هي نبوة عن المسيح ان هو هيكون ابن الله. يعني بتتكلم عن المسيح ان هو هيكون ابن الله. فبقول لك ما اسمه واسم ابنه ان عرفت. طيب ماشي. طيب أستاذ شريف، شوف، في عندنا نقطتين. النقطة الأولى، هل يصح هذا الكلام حرفيا وينطبق على يسوع؟ والأمر الثاني، من هو قائل هذا الكلام ولماذا اعتبرته نبوة؟ لماذا اعتبرته عن المسيح؟ لماذا لم تعتبره مثلا عن يوحنا مثلا؟ لماذا لم تعتبره عن يوحنا أو أي شخص آخر، إيليا مثلا، أو أي نبي؟ اتفضل، مين ما هو دليلك أنه عن يسوع؟ اتفضل. طيب بص أستاذ سليمان، هنفترض ان مثلا ان دوت بيتكلم عن شخص تاني غير المسيح. ماشي؟ شخص تاني غير المسيح. هنفترض ان ده بيتكلم عن شخص تاني غير المسيح. ماشي؟ هل يعني لو انت بتقول لي مثلا ان هو عن يوحنا، ما اعرفش مين يوحنا دوت اللي كان عايش في العهد القديم، بس ما اعرفش، المهم يعني ايليا مثلا. ماشي؟ هل الله لما بيتكلم عايز يعرف الناس هو اسم ايليا؟ يعني انت بتقول الناس بتقول ايه؟ ما اسمه وما اسم ابنه. يعني هو بيسأل عن مين؟ ايه؟ عن اسم ابنه. طيب هل انت حضرتك فاهم ان محدش عارف ايليا اسمه ايه؟ ماشي؟ يعني لو هو او ربنا مش عارف اسم ابنه ايه؟ يعني لو احنا فهمنا ان هو عن ايليا، طب ما كل الناس عارفه في العهد القديم ان ايليا اسمه ايليا. معايا؟ يبقى هو مش بيسأل السؤال ده ليه؟ مش ده السؤال يعني بيستفسر. بيقول له مين اسم ابنه؟ اسم ابنه اللي هو مين؟ ايليا. ماشي؟ لو هم يعرفوا محمد في العهد القديم كنا نقول هو، ما انا ما اعرفش يعني. لو هم عارفين ان محمد كان معروف في العهد القديم كنا قلنا ان يمكن هو يعني. المهم يعني انا بسألك استاذ بص، يعني معلش سيب دلوقتي محمد، لان اولا لو قلنا محمد يبقى لازم المسلمين يامنوا بالكتاب المقدس. فما تعرفش تقول لي محمد، لان ايه؟ لو احنا فرضنا ان هو محمد، طب هل المسلم مؤمن بسفر الامثال؟
يعني انت بتسألني اذا كان ده محمد، طيب هنفترض ان هو محمد افتراضيا. طيب هل المسلم مؤمن بسفر الامثال ولا ما مؤمنش؟ دي اول جزئيه. ما انت لازم بقى تؤمن بسفر الامثال، ما هو بيتكلم عن رسول الاسلام، يبقى لازم تاخد بسفر الامثال. ماشي، دي اول جزئيه. تاني جزئيه، هل انت مؤمن بالسفر ده؟ تاني حاجه. تاني جزئيه، هل محمد لما جه هل قال لك ان النص ده كان عليا ولا ما اخبركش؟ تاني، لما جه محمد هل هو قال لك ده اليهود قالوا عني في سفر الامثال ان في نبوة بتتكلم عني؟ مش هو المفروض يقول لك ولا ما قالكش؟ يعني هو سابها كده انت تستنتجها؟ يعني لما الانجيل اتكتب مش قال لك ليتم ما قيل بالانبياء؟ فهمك، مش يشرح ولا ما يشرحش. طب فين محمد قال لك ان ده عني؟ مش لازم يقول لك ان ده عني عشان الناس تامن، ولا هيسيبها كده مفتوحه؟ اللي يقول ده عن محمد، واللي يقول عن بوذا، واللي يقول ده عن ابراهيم، ما البوذي يقول ده عن بوذي عن بوذا، والهندوز يقول لي ده عن مش عارف واتيفر شيفا ولا واتيفر، وكل واحد يقول ده عشان عن النبي بتاعي. هو مش لازم يقولها لك ولا ما يقولكش؟ يقولها لك. طيب هل ذكرها محمد؟ ما ذكرهاش. طيب ثاني جزئية، هل انت امنت ان السفر الامثال دوت جزء من كتابك ولا ما امنتش؟ امنت بكل نصوص الكتاب ولا اخذت النص ده وفسرته بمزاجك؟ اخذت النص ده وفسرته بمزاجك، يبقى احنا مش لازم مطالبين ناخد بتفسيرك. طيب ثاني جزئية، هل محمد ادعى عن نفسه ان هو ابن الله؟ ما ادعاش عن نفسه ان هو ابن الله. يبقى هو النص بيتكلم عن مين؟ عن ابن الله. النص بيتكلم عن مين؟ عن ابن الله. ماشي؟ طيب ما اسمه وما اسم ابنه؟ مين اللي قال عن نفسه ان هو ابن الله؟ المسيح. ثاني جزئية، لو انت بتقول عن نبي زي ايليا، مش ايليا معروف اسمه؟ طب هو بيسأل ما اسم، يعني ربنا بيقول هو اسم ايليا ايه؟ ربنا مش عارف ايليا اسمه ايه فبيسأل ما اسم ابنه؟ لا. يبقى بيتكلم عن مين؟ عن الابن اللي هو ابن الله الوحيد، اللي هو يبقى دي كانت نبوة عن مين؟ عن المسيح. ماشي؟ طيب، من فمك أدينك يا شريف كما قال الكتاب. شوف أخونا سعيد كمان كتب لك، وهل يسوع قال أن الأمثال 30 عنه؟ ما قال. أنا ما أردت أني أقحم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم محمد في الحوار، ولكن قلتها لك من باب أني أريد أن أبطل حجتك. تمام؟ أنت قلت لي هل كانوا يعرفون اسم محمد؟ طيب هل كانوا يعرفون اسم يسوع؟ قلت أنهم ما كانوا يعرفون اسم محمد، ما كانوا أيضا يعرفون اسم يسوع. إذا أنا سألتك هذا السؤال علشان أبطل حجتك، هذه واحدة. ثانيا، أنت تقول أنكم لا تؤمنون بالكتاب. المسألة ليست مسألة إيمان وعدم إيمان. ما دخل الإيمان أنت تؤمن بالكتاب ولا ما تؤمن؟ المسألة هو أن يكون النص صحيحا، أن يكون النص صحيحا وادعاءك صحيح وتكون النبوة نبوة فعلا. أنت تقول الكلام هنا عن ابن الله. أولا لم يتكلم النص عن يسوع أبدا، وأنت تقول أن محمد لم يدعي أنه ابن الله. طيب يسوع هل هو وحده ابن الله؟ لا أبدا، يوجد ملايين أبناء الله. آدم ابن الله، تمام؟ سليمان ابن الله. في يوحنا 1:12 يقول افعلوا كذا وكذا وكذا تكونون أبناء العلي، يعني أبناء الله. طيب إذن يسوع ليس إسرائيل ابني البكر، يعني يعقوب ابنه. أبناء الله لا عد ولا حصر له. فإذا هذا أيضا هذه النقطة غلط. طيب أنت تقول الكلام هنا عن الله وابنه، لكن أنت غلطان. لماذا غلطان؟ الآن وقعت أنت في مشكلة. لماذا؟ نجيب لك النص من ثاني. نجيب لك النص قبل ما نروح. إخواني أنتم خلوا في بالكم لماذا أخذها أنها نبوة؟ لماذا قال أنها نبوة ولم يقول أنها يعني حكاية فزورة كلام ماشي؟ يعني شوف أهو نزلت. شوف
من صعد إلى السماء ونزل، من جمع الريح في حفنتيه. يعني أنت تقول هنا الكلام عن يسوع، تمام؟ أولا الآب لم يصعد من السماء من الأرض إلى السماء وينزل، تمام؟ أنت تعرف أن الله الآب مسكنه دائما في السماء، ما كان في الأرض حسب اعتقادكم، ما كان في الأرض ليصعد وينزل، الله دائما كان في السماء مسكنه. طيب من الذي صعد إذن؟ أنتم تدعون أنه يسوع. يسوع لم يصعد وينزل، هذه واحدة. ثانيا، هل للمسيح ابن؟ هنا يتكلم المعني هنا في النص يقول أن له ابن. شوف، من صعد إلى السماء ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب. مع أنه يعني صر المياه في الثوب هذا غير منطقي، والمياه في الحفنتين هذا خلينا نمشي فيها. طيب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ماشي، خلينا نقول على مع أنه يسوع قال أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء. إذا كنت تقصد أنه الابن لا يستطيع أن يفعل من نفسه شيء. طيب، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرف. المعني في النص هو يجب أن تقول أنه يسوع المسيح، لا يمكن أن تقول هو الآب. لماذا؟ لأن الآب لم يصعد من الأرض للسماء ولم ينزل مرة أخرى، كان مسكنه دائما في السماء. إذن أنت مضطر، لك خيار واحد، أن تقول أنه عن يسوع، هذا فرضا يعني، ونروح معك الفرضية نقول لك أيضا بالفرضية تسقط، لأنه يقول ما اسم ابنه. ونحن نسألك الآن النقطة، ما هو اسم ابن يسوع؟ تفضل، من هو ابنه؟ طيب بص أستاذ سليمان، بص اسمعني. أولا النص بيتكلم عن الله وابن الله، ما بيتكلمش عن لما بيقول لك من صعد إلى السماوات اللي هو مين؟ هو الله أو الآب يعني. وما ونزل وجمع ريح في حفنتيه اللي هو مين؟ عن ربنا. بيتكلم عن الله في النص ده. من صعد إلى السماوات ونزل، من صر المياه، من ثبت جميع الأطراف، ما اسمه واسم ابنه. اسم ابنه هو مين؟ ابن الله، ماشي، اللي هو المسيح يعني، ماشي. دي أول جزئية. ثاني جزئية أستاذ سليمان، لما أنت بتقول لي أبناء الله كثيرين، ماشي، لما أنت بتقول لي أبناء الله كثيرين، ماشي، طيب يبقى هو المفروض يقول إيه؟ مش هما كثيرين زي ما أنت بتقول آدم ابن الله وفلان ابن الله وفلان ابن الله وفلان ابن الله. يبقى بقول لك إيه؟ كان يقول لك إيه؟ من صعد إلى السماوات ونزل على الأرض من جميع ريح من الليل، من صلى نفسه بيت، من سبق كذا، ما اسمي وما اسم إيه؟ أبنائه. مش هو عنده أبناء؟ ماشي، يبقى كان يقول إيه؟ ما اسمه وما اسم أبنائه، ما هم دول إيه؟ كل دول أبناء الله كثيرين، ماشي. دي أرجوية. لكن هو بيختص شخص فرد، يعني شخص ليه إيه؟ ليه نوع من الفردية في إن هو يكون ابنه، نوع من زي امتياز كده ان هو يكون ابن الله. يبقى مين اللي كان بيقول ان هو ابن الله؟ هو المسيح. طيب اخلص بس مداخلتي استاذ سليمان، ماشي. طب حضرتك حسب مداخلتك وبعدين اكمل حضرتك. يا أستاذ أنت يعني بتاخذ الفرضية بالزور. أنت تقول أن الكلام الله هو الذي صعد، وأنا قلت لك هذا غير صحيح. أنت تقول الذي يتكلم النص عن الآب والابن، والذي صعد هو الله. الله لم يصعد، الله الآب لم يصعد، لم يكن في الأرض، لأنه من البداية كان مسكنه في السماء. لماذا تعيد وتقول أن الله هو الذي صعد؟ لماذا تأخذ هذا النص عن الآب ثم بعدها تروح للابن؟ من هو ابنه؟ أنت قل لنا من هو المعني في النص. المعني لا يمكن أن يكون الآب. لماذا؟ لأن المعني يقول من الذي صعد من السماء إلى السماوات، تمام؟ من الذي صعد إلى السماوات؟ إذن هو المعني. وما زال النص يداوم ونزل
ونزل، من صعد إلى السماء ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، هو نفس الشخص يسأل عن نفس الشخص. من سر المياه في ثوب يسأل عن نفس الشخص. من ثبت جميع أطراف الأرض يسأل عن نفس الشخص. ما اسمه يسأل عن نفس الشخص. وما اسم ابنه الآن يسأل عن ابنه. تمام؟ الآن يسأل عن ابنه، المعني في النص إلى آخر الجملة. آخر جملة يقول من هو ابنه. تمام؟ إذن هو يسأل عن معني لا يمكن أن تطبق على الآب، لأن الآب مسكنه كان في السماء. ثانيا الابن، أنت تقول لماذا لم يقول أبنائه وقال ابنه؟ طيب من الذي أعطاك الحق أن تجعل الباتنت ليسوع؟ أن كلمة ابن تعطيها ليسوع وحده دون العالم كلها. أنا أعطيك الآن أنها لآدم. دقيقة نجيب لك نسله من لوقا، أظن لوقا 3 صح؟ إخواني الكرام، هل هي في لوقا 3 نسب يسوع؟ نشوفه إن شاء الله. دقيقة بس. نسب يسوع، ساعدونا في النص الله يكرمكم. أنا نسيت شوية لخبط في المسألة. نسب يسوع في أي لوقا؟ أظني في الثالث ولا في الأول؟ ابن آدم. أين أنتم؟ دقيقة بس أنا أجيب أيضا. طيب ابن آدم ابن الله. ما ساعدتنا فيها، مش عارف. طيب خلينا ننزل هاي. هو لوقا. شوف بيبدأ لوقا في 3 صحيح 3. بيبدأ يسوع ابن يوسف ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى يصل إلى آدم. عن يسوع يقول ابنه يعد بشر. تمام؟ يعد البشر. شوف لماذا أنت رحت عملتها باتنت باسم يسوع؟ أنا مش عارف. هو الثالث هي ثالث. ونذهب بها إلى متى؟ إلى 3. طيب الآن 38. يبدأ من أين يبدأ؟ خلينا نروح لوراء ونشوف. نسب يسوع من أين نأتي به؟ سبحان الله. دقيقة. ولما ابتدأ يسوع، شوف هذا النص يبدأ من هنا. ولما ابتدأ يسوع كان له 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن كذا. على فكرة بغض النظر عن التناقض في النسب، نحن نقول لك هنا يقول لك ابن يوسف يعني ابن إنسان، ابن هالي ابن إنسان، ابن كذا وكذا وكذا، ابن مثان ابن لاوي ابن ملكي ابن كذا وكذا. آخر شيء يقول ابن آدم ابن الله. يعني آدم هو الذي يستحق هذا الباتنت يا أستاذ. هذه الحق. بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله. لماذا رحت أنت سجلتها باسم يسوع؟ لماذا سجلتها باسم يسوع وقلت ما قال لهم أبناءكم؟ إذن هي عن يسوع. بأي حق أخذتها وأعطيتها ليسوع دون آدم؟ آدم قيل عنه ابن الله. تفضل الميكروفون معك. لكن لما اكتب لك 7 تعطيني اعمل معروف، بيكون النقطة وصلت علشان نسألك غيرها. تفضل. طيب اوكي. بص استاذ سليمان، شكرا جدا. طب بص استاذ سليمان، انا ما انكرتش استاذ سليمان، ما انكرتش فكرة ان في ابناء الله في الكتاب المقدس، او ما بنكرش هذا الموضوع. لكن ما واضح لحضرتك شيء استاذ سليمان، ان
لو في ابناء الله، ايوه في ابناء الله، لكن لكن لما بنتكلم عن الابن كشخص يعني فريد او شخص، يعني ان هو ابن الله الوحيد، يعني ايه؟ يعني لما بنتكلم عن المسيح ما بنقولش ان هو من ضمن ابناء الله، لكن بنقول عليه ان هو ايه؟ ابن الله الوحيد. ماشي؟ يعني مثلا لما يقول لك مثلا ايه في المزامير، في سفر المزامير يقول لك ايه؟ ها انت ابني وانا اليوم ولدتك. ماشي؟ انت ابني وانا اليوم ولدتك. يبقى هو بيتكلم عن مين؟ عن الابن. هل ده معناه ان هو بيتكلم عن اي ابن عن ابن الله، عن اي ابن من ابناء الله كثيرين؟ ماشي؟ لكن الابن غير ابناء الله. انا بقول لك اهو. طيب عن سليمان، ما هو لو بيتكلم عن سليمان، لما انت بتقول ايه ان هذا ان ممكن يكون بيتكلم عن سليمان، انا بسأل حضرتك استاذ سليمان، هل الله بيسأل هو سليمان ده اسمه ايه؟ يعني انا بسألك المعنى بتاع النص، المعنى الظاهر. هو بيسأل يعني ما اسمه وما اسم ابنه. طب هل ربنا مش عارف اسمه سليمان؟ ان سليمان يعني كده ربنا غايب عليه اسمه سليمان وبيسأل؟ انا بكلمك عن المعنى. هل سليمان ربنا مش عارف اسمه ايه؟ ما هو بقول لك ايوه، ما هو او ما هو مين اللي طب طيب ما هو الوحي. طيب سليمان بيسأل، هنفترض ان سليمان بيسأل، هو سليمان مش عارف اسمه ايه؟ لو هناخدها من ان سليمان هو اللي بيسأل، هو سليمان قاعد عمال متحير مش عارف اسمه ايه؟ بيقول هو ربنا اسمه ايه وسليمان اسمه ايه؟ يعني هو سليمان مش عارف اسمه؟ لو هو بيتكلم عن نبي تاني، هو سليمان مش عارف اسم النبي ده مين؟ فانا بقول لك ان هو مش بيتكلم عن اسم نبي من الانبياء، هو بيتكلم عن ابنه اللي هو ابن الله. ابن الله اسمه ايه؟ فهو بيتكلم عن شخص. يعني لو انت بتقول لي عن ادم ابن الله، طب ما هو يعني سليمان مش عارف ادم اسمه ايه؟ لو قلنا موسى، هو ربنا مش عارف، سليمان مش عارف اسمه موسى ايه؟ فهو بيسأل مين ابن الله دوت، اللي هو ابن الله دوت ده اللي هو مين واسمه ايه؟ فالمعنى ظاهر. طيب انا بقول لك عن المسيح، يعني مثلا ايه لما هو بيتكلم عن المسيح ليه؟ لان بقول لك لما بيتكلم عن الابن، ماشي، لما هو بيتكلم عن الابن لما بقول لك مثلا انت ابني وانا اليوم ولدتك، لما بقول لك انت ابني وانا اليوم ولدتك، يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن ابن الله. ماشي يا استاذ سليمان؟ فانا بكلمك المعنى واضح، المعنى واضح. هو بيسأل عن شخص اللي هو ابن الله، بيتكلم اسم ابن الله ايه؟ ماشي؟ طيب معاك المال. طيب أستاذ، نحن قلنا لك أنه لا يمكن أن تكون عن يسوع قطعا، لأن يسوع ليس له ابن، والمعني في النص له ابن. المعني في النص له ابن. شوف نجيب لك النص ثاني. شوف المعني بالنص له ابن، والله كان مسكنه في السماء دائما ولم يكن على الأرض حتى نقول أنه صعد إلى السماء. شوف من صعد إلى السماء ونزل؟ أنت تقول الآب. ومن جمع الريح في حفنتين؟ تقول أن هذه القدرة أنت لا تستطيع أن تعطيها للمسيح على كل حال، لأنه قال لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء. أنت تنسب هذه للمسيح. من صعد إلى السماء؟ الله لم يكن في الأرض حتى يصعد، كان مسكنه في السماء. هذه واحدة. ثانيا المعني هو الذي له القدرة أن يفعل كذا وكذا وكذا، تمام؟ بغض النظر عن ما في الماء في الثوب وهذه الكلام. طيب وبعدين بيسأل عن ابنه، يعني المعني هنا له ابن، تمام؟ له ابن، ويسوع ليس له ابن. فهذا النص متضارب، وأنت تقول وحي وتروح لنص ثاني علشان ترقع نبوة وتجعلها للمسيح. شوف هي ليست للمسيح، في أبناء كثيرين، وقيل عن سليمان أنه ابنه وأنه يعمر البيت المقدس. طيب تعال نروح الآن يا أستاذ، نروح لأصل النص.
نشوف إذا كانت هذه نبوة. أنت تقول سليمان ما كان يعرف آدم حتى يتكلم عنه. طيب سليمان إذا كان نبيا ويتكلم بالروح ما كان يستطيع أن يتكلم عن يسوع ويعرف يسوع؟ كان يستطيع أن يعرف يسوع عبر النبوات، ولكن المتكلم ليس سليمان. ما رأيك هذا الأمثال التي تنسب لسليمان؟ هنا المتكلم ليس الله، وليس أنت مرة قلت الله، مرة قلت سليمان، مرة ولخبطت الدنيا. شوف من هو المتكلم في هذا النص؟ كلام أجور. مين هو أجور؟ حنشوف من هو، حيعرفنا عن نفسه. تمام؟ أجور أفندي حيعرفنا عن نفسه من هو. كلام أجور بن متقية مسة. تمام؟ هذه اسمه الاسم الثلاثي واسم العائلة. تمام؟ وحي هذا الرجل، ما قال لك وحي الرب، وحي هذا الرجل، يعني تخيلات، منام، تصورات، هذه. لمن يقول هذا الكلام؟ لمن يحدث هذا الرجل؟ يحدث صاحبه إيثيل وأكال. تمام؟ يحدث صاحبه إيثيل وأكال، له أصحاب زيه، قاعد يعمل لهم فزورة. طيب بعدين ماذا قال لهم هذا المجهول؟ ماذا قال لهم؟ كيف عرف عن نفسه؟ عرفنا اسمه وعرفنا عن صفاته، لنرى صفاته الآن. يقول لك أجور هذا يقول عن نفسه أني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، حتى يعني عاجز عن الفهم، يعني فهم الإنسان الطبيعي ما عنده. طيب وبعدين إيش يقول؟ ولم أتعلم الحكمة، ما عنده حكمة. ولم أعرف معرفة القدوس، يعني شيء من الكتاب ما يعرف، شيء مقدس ما يعرف. معرفة القدوس يعني ما يعرف الله. تمام؟ ما يعرف شيء. طيب كيف الله يترك الحكماء والأنبياء والأخيار ويرسل لرجل مجهول يقول عن نفسه أبلد وأحمق وما عنده فهم إنسان وليس عنده حكمة ولا يعرف القدوس، لا يعرف الله، وبيفزر فزورة، بيعمل فزورة لصديقه إيثيل وآكال؟ كيف تقول نبوة يا أستاذ شريف؟ كيف تطلع منها هذه؟ وبعدين نجي للعدد الأربعة نشوفه هو بحد ذاته لخبطة في لخبطة لا يمكن أن تطلع منها أي شيء. فتجي أنت وجدت فيها كلمة ابن وقلت هذه عن يسوع. يا أخي مرة في المسجد التركي طلع الإمام هزأ الناس، قال إيش صار عليكم أنتوا؟ أي كلمة تشوفوها في القرآن تجوا تسموا أولادكم فيها؟ طيب في فرعون، في مش عارف إيش، فأنتوا كمان عملتوا زي الجماعة اللي ما يعرفوا، الأتراك اللي ما يعرفوا عربي، يروحوا ياخذوا أسماء ويلزقوها في أولادهم. يا أخي أنتوا مش عارف إيه، وجدت كلمة ابن تروح تقول هذا يسوع. تمام، في ابن، في خلاص في يسوع. هذه تبقى عبء عليكم يا أخي. عندك حل من أولها، فسر لنا من أولها من هو أجور وكيف أنه وحي. أنت مرة قلت الله ومرة قلت سليمان. سليمان المتكلم كيف ما يعرف آدم؟ كيف ما يذكر آدم إذا كانت عن آدم مثلا؟ ولماذا لا يعرف يسوع بنفس الشيء؟ أليس نبي؟ ووجدنا أنها ليست من الله وليست من سليمان، ولكنها من أجور أفندي المجهول. عندك رد أستاذ شريف ولا نروح لنقطة أخرى؟ عادي إذا ما في رد ما تحرج، يعني مش كل شيء يستطيع الإنسان أن يجاوب عليه. عندك رد؟ طيب تفضل. طب بص أستاذ سليمان، عايز أوضح لك حاجة. بقول لك من صعد إلى السماوات ونزل. هو بيتكلم هنا عن مين؟ عن الله. ماشي، هو الله، ماشي، الله هو اللي صعد إلى السماوات ونزل. يعني احنا ما بنقولش ان الله او اي نعم الله مسكنه في السماء، لكن برضو الله ممكن ينزل على الارض. يعني مثلا لما كان مثلا شعب اسرائيل مثلا كان على الجبل وكان ربنا بيظهر على الجبل، ما هو مين اللي ظهر هنا؟ ما هو ده الله. مش كان بيشوفوا ويقولوا كان منظره كذا، كان مين اللي بينزل على يقول طيب هجيب لحضرتك الدليل. حاضر، استنى. مثلا لما هجيب مثلا في مش عارف، هجيب لحضرتك النص
ان ربنا كان بينزل مثلا لما كان شعب اسرائيل اجيب حضرتك المهم يعني كان ربنا بيقول مثلا لموسى انا هنزل على الجبل. طيب أستاذ شريف، أظني تركت المايك. يا أستاذ شريف، لو كان النص عن الله ما قال من صعد إلى السماء، لكان قال من الذي نزل إلى الأرض ثم صعد. لكان قالها بالمقلوب يا أستاذ. الله يحسن اللغة، الله ما عنده جهل في اللغة وما عنده جهل في الحرف. ما يمكن هذا الكلام ابتدائي، إنسان في الابتدائية ما يمكن أن ينطق بهذا. الله مسكنه من الأزل هو في السماء. لو كان الأمر كما تقول عن الأب لكان قال من الذي نزل من السماء إلى الأرض ثم صعد. تمام؟ لكان هكذا. ما يقول لك أنه من الذي صعد من السماء ثم نزل. ثم نزل معناتها أنه في الأرض. أين هو الآن طيب؟ يعني النص متضارب يعني. فأنت تريد أنك يعني أن تثبت شيء من لا شيء، من غلط تريد أن تثبت شيئا صحيحا. ما رأيك أن هذه النقطة استوفت حقها؟ الكل سمع ولهم القرار، والله تعالى أيضا يهدي من يشاء. نروح لنقطة غيرها، إيش رأيك؟ تفضل معك المايك. طيب معلش استاذ سليمان، لو انت عايز تشرح لي ان الكلام دوت عن المسيح، مش انت عايز تفهمني ان دوت مش عن ربنا، عن المسيح؟ طيب انت بتقول لي الله ما يصعدش وما ينزلش، لكن انما ينزل ويصعد، صح؟ طيب انت بتقول لي ان دوت المفروض يكون عن المسيح، صح؟ هو ده كلامك؟ هو ده اللي انت عايز تشرحه لي؟ يعني انت عايز تفهمني ان الكلام دوت مش عن مش عن الله، لان الله ما يصعدش وما ينزلش، لكن الله ينزل ويصعد. مش ده اللي انت عايز تشرحه لي؟ طيب فعايز تقول لي ايه؟ ان دوت عن المسيح؟ ليه؟ لان المسيح ما انا مش فاهم انت ما هل طب ومين قالك ان المسيح هو اللي بينزل ثم يصعد؟ يعني انت بتقول لي ايه؟ ان المسيح هو اللي بيصعد ثم ينزل. طب ما المسيح برضو نزل وصعد، فما نجيش برضو عن المسيح. انا مش فاهم يعني. معاك المايك. هو المسيح معاك المايك. لا يا شوف شريف، نحن بنحصرك في زاوية حتى نصل للزاوية الأخيرة وبعدين نخرجك منها من غير شيء. نحن أولا نركز على قسم الآب لنقول لك أنه لا يجوز أن تنطبق على الآب، وبعدين أنت نحصرك في شق ونجي نقول لك أنتم تدعون أنها عن الابن، وبعدين حنقول لك من هو ابن الابن إذن؟ حنقول لك أنها مش عن الآب، وهذا صح، ما تنطبق على الآب. فبعدها نجي للابن، تقول أنه الابن، ليس نحن الذين نقول، أنتم تقولون. تمام؟ فبعدها نقول لك هذه لا يمكن أن تكون عن الابن أبدا. أولا ليس له اسم، وليس الابن الوحيد، وليس يعني لا يمكن أن تنطبق عليه. ف يعني أنت بتحاول انه نساعدك، يعني ما نقدر نساعدك في الباطل يا استاذ شريف. طيب ايش رايك نروح لموضوع اخر ونعطي الحوار لاخونا الدكتور امادو يحاورك في نقطة اخرى ان شئت، او نبوة اخرى مثلا امثال 8 او شيء من المزامير. يعني اذا ركزنا ساعات على نفس طيب تقبل الله. أنا كمان اقترب عندي، صار عندي وقت السحور في إسلامستان الغربية. أحد الإخوة إن شاء الله يتولى الأمر، أخونا أبو عماد يصلي ويرجع. الله يكرمك. يعني حتسحر مية يعني. سحوري ماء هو. طيب أستاذ شريف، ايه رأيك؟ استوفت المسألة، النقطة استوفت حقها اظني، وسمعوا الطرفين، الإخوة والضيوف استمعوا للطرفين.
يعني إذا كان فيها شيء فقد حصل، إن كان لنا أو لك. إيش رأيك؟ نروح لنقطة ثانية. طيب أخونا دكتور أمادو، صلي إن شاء الله إذا صارت عندك الصلاة تصلي وترجع. طيب مشكور مشكور أستاذ شريف، مشكور على الحوار الهادئ. ولكن كما قلت أن المسيح ليس بحاجة لهذه الترقيعات ونبوات غير صحيحة لنثبت شيء للمسيح. يعني حتى فرضا لو كانت هذه النبوة ما فيها إشكال، يعني ليش تضعون أنفسكم أنتم في مأزق؟ يعني ما فائدتك أن تذهب وتأتي مثلا تقول هنا أنه الأب والابن، إذا يسوع موجود، إذا أصلا هذه لا تدل على ألوهية، ولا تدل على نبوة، ولا تدل على الأب، ولا تدل على الابن، لا يمكن، مستحيل. ولكن مع ذلك تجوا تقول لا 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 هذا دليل على ألوهية. طيب لو كانت هذه دليل على ألوهية وأنها الآب والابن، فأرني مكان ما من كلام أي نبي من العهد القديم قال أن هذه تتكلم عن ثالوث، عن ابن عن آب وابن. هل اليهود كانوا ينتظرون إله من آب وابن؟ أبدا، ما كانوا ينتظرون. كانوا ينتظرون مسيحا نبيا مخلصا ملكا، مسيح مخلص ملك. فلما جاء يسوع وهو مش ملك ما آمنوا به، رفضوا. كانوا يريدون أن يكون المخلص ملكا يخلصهم، وكلهم لم يكونوا يؤمنوا بإله آب وابن. لما يسوع، أعطيك المايك إن شاء الله، لما يسوع دخل لمدينة وبمعجزة رأى ولد شاب ميت، ووضع يده على التابوت وقال له أيها الشاب قوم، فقام. معجزة علشان يؤمن الناس أنه رسول من الله. طيب أقام الشعب اللي كانوا موجودين كلهم الموجودين كلهم ماذا قالوا؟ قالوا عنه نبي، ما قالوا عنه إله. طيب هل أنت إيمانك أقوى من إيمانهم؟ هل أنت تعرف المسيح أكثر منهم؟ هل أنت عندك روح قدس وهم ما عندهم؟ غريب، سمعوه ورأوه ولمسوه وعرفوه وما قالوا إله وابن إله. أمر غريب يعني. تفضل معك المايك. بص أستاذ سليمان، أولا أنا دلوقتي يعني ما دخلتش لموضوع إن المسيح هو إله. أنا دلوقتي ما بتكلمش عن ألوهية المسيح. لو عايز حضرتك عايز تتكلم في ألوهية المسيح أنا ما عنديش مشكلة، لكن أنا مش بتكلم عن ألوهية المسيح دلوقتي. أنا بشرح لحضرتك حاجة أستاذ سليمان، بشرح لحضرتك حاجة. لما كان حضرتك النص بتاع من صعد إلى السماوات ونزل ومن جمع ريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب كذا 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 كذا. اولا انا ما بقولكش ان دي بتتكلم عن الوهية المسيح، انا ما جبتش هنا كلام بيشرح الوهية المسيح، لكن بكلمك عن بنوة المسيح لله. ماشي، الجزئية دي بتتكلم عن المسيح. انا بقولك دي عن ربنا، من صعد إلى السماوات ونزل ومن جمع ريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب كذا كذا كذا. دي بتتكلم عن الله، من صعد إلى السماوات ونزل. ماشي، ما اسمه اللي هو مين؟ الله. وما اسم ابنه إن عرفت اللي هو مين؟ الابن اللي هو المسيح. يعني يبقى أنا بقولك إن الجزئية الأولى بتتكلم عن ربنا، عن الله، والجزئية الثانية بتتكلم عن ابن الله اللي هو مين؟ المسيح. طيب دي أول جزئية. تاني جزئية لما أنت بتقول لي معرفش أنا مش فاهم إيه موضوع أجور ده، ما فهمتوش. معلش أستاذ سامر، ما فهمتش موضوع، ما فهمتش مين أجور ده. يا ريت حضرتك تشرحوا لي تاني عشان. طيب استنى، طب يا ريت حضرتك تنزل النصوص أو يا تنزل النصوص يا تسيبني بس أفتحها من عندي. معرفش
طب يا ريت بس تشرح لي تاني، هديك المايك طيب شريف، هي بسيطة يعني، أنزل لك إياها، والإخوة إن شاء الله ما يكتبوا كثير خلفها علشان تبقى. أهو أربع آيات، خلينا نسميها آيات. آية واحدة، وهذه اثنين، وهذه ثلاثة، وهذه الرابعة اللي بنتكلم فيها. قبل ما نصل للرابعة، هاي الاثنين اشرح لنا اياهم، ابدأ فيهم من البداية. أنت قلت أنه كلام الله، وبعدها قلت أنه كلام سليمان، ووجدنا أنه لا كلام الله ولا كلام سليمان، بل كلام واحد يقول أن اسمه بيعرف عن اسمه وعن صفاته. كلام أجور بن متقية مسة. وحي هذا الرجل لا يعني وحي الله، وحي يعني خيال، وحي يعني منام، وحي يعني هلوسة، ممكن أن يكون أي شيء. لمن يحدث هذا الرجل؟ يحدث أصدقائه إيثيل وأكال. تمام؟ جاي واحد اسمه كذا بيحدث لأصحابه كذا. طيب آخر شيء بعرف عن نفسه، من هو؟ بيقول لك إني أبلد. بيقول لك إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، يعني ما يفهم، هو إنسان أبلد. ولم أتعلم الحكمة، حكمة عقل ما عنده، ما في عقل. طيب، ولم أعرف معرفة القدوس، يعني ما يعرف الله ولا يعرف الكتاب، يعني شيء ما يعرف عن الدين، ما يعرف القدوس. وبعدين بيجي بيقول لك بيسأل أصدقائه إيثيل وأكال، بيسألهم من صعد إلى السماء. تفضل اشرح لنا هذا النص، فهو قدامك. تفضل. طيب معلش يا استاذ سليمان، اديني بس افتح بس امثال طبعا امثال. ماشي. امثال، معلش اديني بس طب نص دقيقة بس بصراحة، عشان انا عايز اقرا من عندي، عشان انا ما بفهمش قوي في لا يبقى طب لحظة معايا ماشي. طيب ماشي أستاذ شريف، تدرسها كويس، وبعدين أنا كمان أروح أفيق الولد للسحور، ونشوفك بعدين إن شاء الله. الإخوة مين موجود؟ مين من الإخوة موجود إن شاء الله يراقب الغرفة؟ رجعت أخونا أبو عماد. طيب نلقاك بعدين أستاذ شريف، أنا كمان لازم أبتعد شوي.